السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالى اوريكي فايدة التفريزات اللي احنا فرزناها مع بعض. هطلع فرخة ونعمل الغدا في نص ساعة. نكون طلعنا من المطبخ مش عايزين وقفة كتير في المطبخ، ودي فايدة التفريزات. طلعت الفرخة وكنا متبناها، لو انتي ما شفتهاش قبل كده فرزناها في تفريزات الشهر. مية البصل وملح وفلفل وليمون وبابريكا وتوابل الفراخ، وشلتها في الأكياس. طلعت منهم واحدة وقطعت معاهم بطاطس، وقطعت معاهم كمان بصلتين تلاتة، أو لو عندك البصل الصغير القوارمة حطيهم. ونفس التتبيلة حطيتها على البطاطس، والمية البصل اللي نزلت من اللي كانت مع الفراخ حطيتها برضو معاها في الصاج الفرن. وكنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 250 على أعلى درجة، وهسيبها تستوي. وآخر نص ساعة هتكون استوت، وآخر 10 دقايق هديت عليها النار طلعت مستوية وحلوة جدا. وخلصنا الغدا في السريع. ودي فايدة التفريزات، ويا رب أكون عطيتك فكرة حلوة للتجهيزات والتفريزات. أو لو انت عايزة تعمليها اعمليها، بس أهم حاجة نقعيها قبليها بنص ساعة. تنسينيش في اللايك والشير.